يا ابني انت اتجننت؟ عريس جديد ينزل يقعد على القهوه؟ لا انت مش طبيعي، ازاي تقول لي كلمه زي دي؟ انا بقيت راجل دلوقتي مسؤول، ما ينفعش انزل اقعد على القهوه. انت فاكرني اعزب زيكم؟ وضع اختلف يا حبيب قلبي. وبعدين ده انا بحب قعده البيت وبحب القعده مع مراتي. ده انا لو قعدت العمر كله معاها عمري ما ازهق منها. مستحيل طبعا. تنكد عليا ايه؟ لا مستحيل، دي ست روحها حلوه جدا، ست بركه. ده انا لو قلت لها انا نازل افك شويه يا حبيبتي مع اصحابها تقول لي يا حبيبي وماله، فك عن نفسك. بس هو الموضوع ما فيه ان انا بحترم مراتي، احترم ان انا لسه عريس جديد. عصبتني والله. وانا بتاع قهاوي؟ انا كنت بقعد معاكم قبل الجواز لما اقعد معاكم بعد الجواز؟ اقفل تعصبنيش. صباح الخير يا مصطفى. لكن صباح الفل يا حبيبتي. في حاجة ولا ايه؟ سامعاك بتزعق. مفيش، مودي صاحبي اتجنن وقال ايه عايز ننزل اقعد معاهم على القهوه واحنا في شهر عسل. ده مش طبيعي. طب في ايه يعني يا حبيبي؟ ما تنزل تفك عن نفسك شوية. فك عن نفسي فين يا حبيبتي؟ واسيبك هنا؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما هو انت اكيد مش هتسيبني كتير يعني. انزل اقعد معاهم ساعة واطلع تاني عشان بس ما يقولوش ان انا خدتك منهم ولا حاجة. انت قصدك يعني في السريع ما طولش يعني؟ في السريع منه كده. انت عارفه لولا ان انت مش زعلانه وقلت لي انزل انا عمري ما كنت انزل. لا ازعل ايه؟ هو انت فاكر ان انا نكدية؟ انا يمكن انكد عليك ابدا. ما انا لسه كنت بقول له. قلت له؟ ان انت مستحيل تنكدي عليا ومخليني واخد راحتي يعني. خلاص ما دام كده بقى. هي ساعة ان شاء الله وتطلع ما تتأخرش. ما طولش. طيب يا حبيبتي ماشي. خلي بالك على نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنى يا مصطفى اقول لك ساعة تقعدي لوش الفجر؟ ايه متجوزة واحد صايع؟ ماشي يا مجيلي. انا مش هقدر ذمتك ولا ثانية واحدة. اصبر عليا بس. ايه ما وريتك؟ وقال ايه؟ انا راجل مسؤول، قهوة ايه اللي انزل اقعد عليها؟ الحمد لله على السلامة.